بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم في قناة تفسير أحلام والرقية الشرعية. النهاردة هنتكلم عن رؤية المشي على الجمر أو المشي على النار. هنعرف أهم التفسيرات المتعلقة برؤية المشي على الجمر. أولا بشكل عام لما يشوف الشخص إنه ماشي على جمر وإنه بيمشي بسرعة، فمن الرموز اللي بتدل على إن هو هيمر ببعض الأمور اللي شوية صعبة أو اللي شوية قاسية، ولكن هو عنده عزيمة وعنده إصرار إن هو يتخطى العقبات دي. لما يشوف إن هو ماشي على الجمر وحاسس بألم ولكن قدر إنه يتخطاه أو عدى من عليه خلاص، فمن الرموز اللي بتدل على مشكلة هو هيمر بيها ولكن هتنتهي بسرعة. برضو لو كان هو مريض فمن الرموز برضو اللي بتدل على شفائه وتعافيه. لما يشوف الشخص انه هو ماشي على جمر وبرضو من الرؤى اللي بتدل على خلاصه من مشكلة او من ازمة او مأزق كان هو بيمر بيه. برضو من الرموز اللي ممكن تدل برضو على مشكلة، لو كانت امرأة متزوجة وبقالها فترة ما خلفتش وشافت ان هي مشيت خلاص من على الجمر، فبيكون بشارة ليها بالذرية وبالحمل، يمكن بعد صعوبة او بعد فترة من التعب. كمان رؤية المشي على الجمر برضو من الرموز اللي بتدل على تولي الرائي لمنصب أو لمسؤولية كبيرة، خصوصا لما يشوف انه ماشي على الجمر بثبات. لما يشوف ان حد من اشخاص المقربين ليه سواء اصدقائه او حد من اهله هو اللي ماشي على الجمر، فمعنى كده ان الشخص ده هيمر بصعوبة ولكن هيقدر انه يتغلب عليها ويكون بشارة ليه بالفرج.